السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومبروك عواشركم. الله يدخلوا علينا وعليكم شهر رمضان إن شاء الله بالصحة وطول العمر يا رب. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم ضمن سلسلة تحضيرات رمضان. أول حاجة كنحضروها هي السوف. هنا غادي نشارك معكم بما أن غادي نقاد، أنا كنقادو شوية بكري. وهنا كيف ما كتشوفوا القوام ديالو، يعني ما كنكترش، ماشي تيجي كاع داك يعني مزيت ولا زهيم. المهم هذا هي طريقتي في تحضير سلو او الصوف، ان شاء الله تعجبكم. ولأول مرة كيزور القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما جديد القناة. وهنا غادي ندوزو باش غادي اول حاجة كنديروها هي كنغسلو الزنجلان. حنا راه دوزتو ديجا بواحد الغربال باش كنقيو نشوفو الا كاين فيه شي حاجه. المهم لقيت فيه غير شويه الحجر وشويه التراب ضروري. انا مهم شاركت معكم كاينين البنات المبتدئات لاول مره غادي دير الصوف. المهم راه كلشي تبارك الله كيعرف يغسل الجنجلان. هنا كيف ما كتشوفوا ملي كنكبوا الماء كنبقى ندورو راه كيطلع ديك الفوقانيه كتكون خفيفه، كتكون تقريبا خاويه وحمراء، كتعطينا واحد لوكو خايب سميتو. كنحيدوها هي بوحدها، كنغسلو مزيان وكطلع كيف ما كتشوفوا هنا في الصوره. وكنحاول نحيدها بواحد الصفايه رقيقه، وتيبقى لينا عال تحتاني هو اللي كنغسلوه مزيان وهو اللي كندخلوه في السوف. وهذا كنكونوا عازلينه ديجا بوحدو يعني على ساعات باش نوليو عاود نحيدو منه داك الزنجلان الاحمر وداك الشيء. المهم كيف ما كتشوفوا هذه هي الطريقه ديال الغسيل. كيف ما كتشوفوا كنديروا ليها الطريقه بحال هكا باش كيبقى الحجر لتحت وهو كيطلع الفوق. يعني كنغسلوه واحد جوج مرات ولا ثلاثه. ايوا ما نخليوش بزاف وسط الماء باش ما يتعج، يعني كيبعج. صافي هذه هي الطريقه بحال هكا كنبقاو نازلين بشويه 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 وصافي، والحجر راه كيبقى لتحت. هنا كيف ما كتشوفوا صافي، كيف ما كتشوفوا شحال ديال الحجر. وهنا راه غادي نعاودو المره الثانيه والمره الثالثه، يعني حتى تيصفى تماما باش كيجينا ساهل من نبغيو نقيوه ما نلقاو فيه حتى حاجه. وهنا كندوز باش غادي نحمر الكاوكاو. هنا كيف ما كتشوفوا هنا عندي كاوكاو بلدي، راه ديجا شاركت معكم في الفيديو السابق ديال التقديه ديال السفوف. هنا راه دخلته الفران كيف ما كتشوفوا. راه يعني المهم ضروري نقابلوه باش ما يتحرقش لينا. كيف ما كتشوفوا هنا كنحطوه بعد 5 دقائق 6 ساعات تيبدا يطرطق وتيبدا ديك الساعه يتفسخ لينا. هنا راه باقي سخون البنات. المهم بالنسبه للكميه كل واحد وكيمشي في حدود المستطاع ديالو، يعني الكميه كتبقى مفتوحه كل واحد هنا كيف ما كتشوفوا ضروري ملي نحطوه في الفران البنات نقابلوه. وصافي هنا كنبقى غير هكا بيدي بحال هكا راه دغيا كتحيد وصافي وكنفضو ديك القشره. المهم انا هذه طريقتي كندير كلشي في الفران. وهنا كندير اللوز البنات. هنا كيف ما كتشوفوا راه ديجا مسحتو بداك البابي كويزين، ضروري نمسحوه من الغبره وعاد ديك الساعه كنديروه باش يتحمر. هنا كيف ما كتشوفوا غادي يعني تا هو ما شوفوا اللوين تا هو. المهم يختاروا يكون اللوز بلدي، راه ما كاينش فرق بيناتهم بزوج، تقريبا غير شي 10 دراهم باش كاين الفرق ما بين الرومي والبلدي. تا هو ضروري ملي نديرو الفران نبقاو مقابلينو بالتحريك باش ما تخطفوش لينا العافيه ويجينا يعني يخسر كلشي. وهنا كيف ما كتشوفوا راه ديجا صافي طفيت الفران. وهنا كيف ما كتشوفوا حبه حلاوه والنافع، وداك النافع البستاني راه ديجا شاركت معكم الفيديو السابق.
حتى هي مسحسها من الغبرة وغير سخنتها، هي ما كتحمرش غير تسخن. وهنا صافي راه غادي ندوز باش غادي نطحن. هنا كاوكاو كيف ما كتشوفوا راه نقيتو، هنا اللوز حتى هو راه كيف ما كتشوفوه تحمر. وصافي هنا البنات ما كنخرج حتى شي حاجه لبرا، كلشي كنخدمو في الدار. هاد العام ان شاء الله المساند الرسمي ديالي هو هاد الهاشوار. تا العام الاول طحنتو بالهاشوار، ومن قبل كنت نطحن بديك سميتو الآلة ديال ان دو تخوا، حتى هي بصراحة زوينة، هي اللي كانت تسحق نيت. المهم انا بالنسبة ليا ما كنخرجوش لبرا حتى شي حاجة، ما كنخرجها لبرا، كلشي كنقادو في الدار. وانا ما كان يعني ما كنخليه شوية واقف، ما كان بحال هاديك الطريقة اللي المهم كل واحد كيدير الاذواق تختلف. المهم انا كيف ما كتشوفوا هنا كنطحن غير في الهاشوار بشويه بشويه حتى تنسالي. هنا كيف ما كتشوفوا هنا صافي هذا هو الجهد ديالها كيفاش تخرج. داكشي باش نقولكم البنات تختاروا اللوز البلدي والكاوكاو البلدي، كيكون شويه ميدمين. اما الاخر داك الرومي راه كيكون شاحت والذوق ديالو ما زوينش. وهنا كيف ما كتشوفوا هذا الاول علقتهم، يعني درت انا 2 كيلو ديال كاوكاو. الاول علقتو، الثاني كيف ما كتشوفوا خليته غير بحال هكا. انا كنبغيو شويه الصوص تكون حرشه واقفه. هنا كيف ما كتشوفوا هذا هو كاوكاو الكميه اللي عندي. وهنا غادي ندوز باش غادي نطحن اللوز. كيف ما قلت لكم البنات انا كان نطحن اللوز كنخليه بقشورو، لان كيعطي حتى هو واحد البنه زوينه داك القشور. غير هو نمسحوه في الاول البنات من الغبره وصافي. وصافي تا هو تنطحنو نفس الشيء بحال شكل الكاوكاو. وهادو حبة حلاوة والنفع البستاني. هنا راه طحنتو واحد شوية للأمانة البنات، ولكن ما طحناتش نشري مزيان. وليت عاودتو في داك ديال المولينكس، داك ديال الصغيرة ديال العطرية. هي باش كملت هنا كيف ما كتشوفوا غادي ندوز باش غادي نحمر طحين. استعنت بكوكوط، هذا الطحين الشعير. هذه هنا نص كيلو، ياك ديجا شاركت معكم في الفيديو السابق ديال التقديه ديال الصفوف. هنا نص كيلو ديال الشعير. وصافي نديرو هكا، ندير كوكوط ثقيل وصافي كنبقى نحمر غير بشويه بشويه. انا كيف ما كتشوفوا راه خدا اللون ديالو، واخا الاضاءه كنت كنصور في الليل بصراحه ما في الصوره ما عطاتش حقها. المهم بالنسبه للبنات غير خذوا حيطه بانه الطحين ما تخليوش تيحمر تماما فوق البوطه، لان كتولي ترجع فيه السخونيه، كيولي يعطينا لون اخر تاني، يعني بحال كيتحرق. يعني سيروا شويه بشويه ووقفوا عليه. المهم واخا هو فيه شويه ديال التماره معليش. هنا هاد الكوكوط المساند ديالي هاد العام، المهم درت كلشي في الكوكوط والهاشوار، ما كاين لا وسخ لماعن ولا هز هادي ولا حط هادي. هنا دزت خليت واحد الكميه تقريبا شي رابعه بحال هكاك، حمرتها. كيف ما كتشوفوا هنا الا بغيتي يجيكم يعني التحمر يجي كله مقاد يعني ما ترصوش من التحريك وتهزوه قبل ما يتحمر. نتوما عارفين اللوز الا تخطف في الزيت. هانتوما شو التحمير ديالو تبارك الله كيجي ما شاء الله وكيجي مقرمل. هنا كيف ما كتشوفوا الزبده عندي كيلو ديال الزبده. طفيت على البوطه حتى دفا واحد شويه ديال الزيت، ما بقاش في درجه عاليه.
وغادي ندير هنا هاد الكيلو ديال الزبدة، وغادي نخليها حتى تذوب مزيان، تطبخ تطبخ مزيان، تحيد داك الماء ديالها. وعاد ديك الساعة كنصفي وكنحيد من طبيعة الحال الكشكشة الفوقانية وكنصفي ونخدم بها. وهنا كيف ما كتشوفوا الكمية ديال الزنجلة اللي عندي هنا 3 كيلو ديال الزنجلة، نقصت منه تقريبا شي نص كيلو باش خليته غير هكاك، حمصت وخليته. هنا كيف ما كتشوفوا كاوكاو. وهنا كيف ما كتشوفوا داك اللوز اللي حمص، راه خديت نصو طحنتو حتى هو، خليته حرش وخليته واحد شويه للتزيين. هنا الكوفيه البنات، خديت ديك الباكيه ديال الكوفيه، بصراحه حتى هي زوينه، فيها 900 غرام. وهنا درت تقريبا شي كيلو ونص ديال الطحين، ما بين طحينة الشعير وطحينة الفورص، يعني نص كيلو ديال الفورص. هنا حبة حلاوة والنافع تقريبا رابعة كاملة بيناتهم. هنا 4 المعالق ديال القرفة، هنا شوية ديال الإيلان، وهنا الشكلاط حلو اللي بغا يديرو، ولا هم اللي ما بغاش، المهم كمية كتبقى مفتوحة. وهنا درت السكر كلاصي، اللي ما بغاش يدير السكر كلاصي يدير العسل، بالحق العسل كيديرها كيقصحها، بحال تولي عندنا مكورة. يعني اللي عنده العسل دير العسل الحر، اللي ما غيدير غير العسل ديال السكر، لا ما يدير السكر كلاصي وصافي. هادشي اللي كاين. وهنا راه كتبغي الخدمه، هنا الكميه راه قسمت على بانيوات، قسمت على 2 بانيوات اخرين ودلكت بصراحه. وهذه راه حتى الغد لي في الصباح رقدتهم وخليتهم، دلكت حتى عييت وليت رقدت وخليتهم حتى الصباح نط ليهم. هنا كيف ما كتشوفوا القوام، لان خصني تنشوف القوام ديالو عاد نخزنهم، عاد نخزنها في السطوله وصافي. هذا هو الشكل النهائي ديال السوف ديالنا، كيف ما كيتجي ما شاء الله. حنا كنديرو شويه يعني هذا، وكنرقدو شهر وكنرقدو باش